خليفة حفتر في الحدود الجزائرية بدعم روسي، وروسيا تفضح إيمان خليف في الأمم المتحدة. سلام الله عليكم الزلفلاون، مساء الخير، بونسوار توتي توس، مرحبا بالجميع. أطلب منكم في البداية كالعادة مشاركة البث، التفاعل بالإعجاب قدر الإمكان، التعليق أسفل الفيديو، لأن هناك حجب كبير على القناة وهناك تبريغات كبيرة على القناة في الفترة الأخيرة. بطبيعة الحال حديثنا اليوم راح يكون على التطورات الخطيرة في الحدود الجزائرية، وبالضبط بقرب المعبر الحدودي الدبداب اللي هو معبر حدودي يربط الجزائر مع ليبيا، وبالضبط في مدينة غدامس والاستنفار الكبير في ليبيا بسبب هذا الموضوع. راح نتكلم على علاقة روسيا بالموضوع، أيضا إشارة للإمارات، وراح نتكلم لماذا روسيا في هذا الوقت بالضبط، ماذا يحدث مع روسيا. وهذه القضية تاع إيمان خليف اللي صارت يعني واحدة من التداعيات تاع الأزمة بين روسيا والجزائر، النظام الجزائري. لأنه بداية الناس اللي ربما كانوا يتابعوا في الأيام الأخيرة تتذكروا أنني كنت قلت ربما منذ أقل من أسبوع بأن الرد الروسي سيكون عنيف جدا على ماذا؟ على قضية ما حدث في تنزواطين. وأنا قلت تكلمت على التفاصيل كلها يعني فيما حدث في تنزواطين لأنها قضية في غاية الأهمية، وقلت أن النظام الجزائري دعم الإرهابيين تاع تنسيقية الأزواد وأعطاهم غطاء جوي، وهو ما تسبب في عشرات الضحايا في الجيش المالي وعشرات الضحايا من مجموعة فاغنر المتحالفة مع الجيش المالي. والقصة بدأت من هناك، معناتها من يتابعون يعرفون يعني هذه الأمور اللي تحدث ليست مفاجأة بالنسبة لهم. أولا قبل هذا كله نروح، وكله مرتبط بروسيا اليوم على كل حال، أو العلاقات الروسية الجزائرية. نروح إلى الأولمبياد، الحدث هذا هو الحدث اللي الناس تتكلم عليه، والقضية هذه تاع إيمان خليف. نذكركم أنا في واحد القضية كنا تكلمنا على مؤامرة استهدفت إيمان خليف حسب النظام الجزائري. نشوفوا النظام من اتهم، ولو أنه تكلمنا عليها، لكن نزيدوا نعاودوا فقط ونذكروا، ومن بعد نقول لكم لماذا هذا التذكير المهم بهذا الموضوع. أرواحوا معي. في الحملة القذرة التي تتعرض لها البطل الجزائري أيمن خليف، زيرتيوب وصلت إلى هوية الأشخاص الذين تسببوا في إيقاف إيمان خليف سابقا بسبب قرار تعسفي من الاتحاد الدولي للملاكمة وبدون أي سند قانوني واضح. وميمة بالحبيب، نبيل حلمي، وعبد الجواد بالحاج شخصيات من المخزن فاعلة في الاتحاد الدولي للملاكمة وراء محاولة إقصاء خليف من الألعاب الأولمبية، لكنه فشل في ذلك بعد تدخل اللجنة الأولمبية التي وقفت بالمرصاد في وجه المخزن الذي يتحمل مسؤولية هذه الحملة الشنعاء والقذرة ضد بطلتنا إيمان خليف. في الأخير الجزائر تقف في صف إيمان خليف لأنها تنهى الجزائر. الله أكبر، تحملوا قضايا إنسانية، ما فهمناش القضايا الإنسانية هذه، ممكن هذوك الألوان هذو. فإنه المخزن، احنا قلت لكم المرة الماضية تكلمنا عن الموضوع اتهامات للمخزن. ما فهمتش أنا أسألكم، أنا ما كنتش على بالي باللي إيلون ماسك من مراكش، وما كنتش على بالي باللي دونالد ترامب من طنطان، وما كنتش على بالي باللي جورجيا ميلوني من فاس. هذه معلومات جديدة صراحة. قال لك المخزن وراء الحملة هذيك، جي كيرولين هذيك من الداخلة. العالم كله تكلم، النظام الجزائري قال لك المخزن، إنه المخزن حملة وكذا، العالم كامل يتكلم، العالم كامل يقول لك هذه الصور غير مقبولة. أي إنسان عنده مبادئ وعنده أخلاق يرفض الصورة هذيك تاع إيمان خليف اللي أنا وصفتها بالمشينة، تلك الصورة صراحة مع الملاكمة الإيطالية. العالم كله يتكلم،
النظام الجزائري المروك المروك المروك. وقبل ما نروحوا للتفاصيل، شوفوا، انا ما كنتش على بالي اصلا باللي كاينه اليوم مباراه تاع المنتخب المغربي لكره القدم، مباراه تاع المرتبه الثالثه والميداليه البرونزيه. تروح الاعلام الجزائري، شوف 3-0 3-0 الفريق المصري 3 اهداف، الفريق المغربي 0. باينه بلي ما صعب، ما صبرني نقول لك باينه يا اخو، باينه شويه حد خلاص جوج واحد دون ماتش كيرون برونوغاسيون 3-2 ولا برونوغاسيون، بالك توصل برونوغاسيون خاطش ماتش واعر، والمروك كيما نقولوا صحه مليحه بصح ما فيهاش بنغلاديش 1-2-0. قناه تلفزيونيه يستعملوا هذه. انا بنغلاديش هذه حتى سالت باش فهموني واش معناتها. تخيلوا في قناه اعلاميه تمر هذه الامور. بلد جار دعمنا وقت الثوره التحريريه يوصف بهذه الاوصاف، ولو انه بنغلاديش على الاقل راهم يحاولوا يحرروا نفسهم. على عكس حنا اللي رانا تحت النظام عسكري قادر متعفن منذ 1962. لكن في قناه ومصر تربح ان شاء الله. النتيجه هي شوف هي تقدر تكون 2-0 2-1 بصح انا مالا بياسا كامل جايبينهم زعما باش يقول لك هيا المنتخب المغربي. ولو انه صراحه انا استنكر هذه النتيجه هذه 6-0 صاحبي. فكرتونا في هذاك الالام هذيك اللي كانت 6-0. واش حكايتكم مع الستة؟ نهضت بركان مع اتحاد العاصمه وزيد دركا مع المنتخب المصري. لكن راكم تشوفوا في الهوس هذا المروك المخزن المروك المخزن المخزن المروك المروك المخزن، صباح وعشيه ليله نهار، اذكار الصباح والمساء لا تنتهي. اي البارح ممثل دونك على حسب من رانا نسمعوا درك. انت تقول بانه في الامم المتحده، لانه سمعنا باللي كاين اللي يتكلم على القضيه تاع ايمان خليف هذه وفضحها وفجرها في الامم المتحده. اكيد يكون ممثل ولا اللي هاك. تعرضت لعنف على يد رياضيين آخرين فشلوا في الاختبار الهرموني للاتحاد الدولي للملاكمة، فوفقا لرأيهن هي رجل. هذا المظهر المثير للاشمئزاز يوضح مدى الضرر الذي يلحق باحترام حقوق المرأة وكرامتها بسبب خطة الغرب الخاصة بمجتمع الميم. مجتمع الميم بصح هذا يا خويا بيض شويه بزاف ومكتوبه راشن فيدريشن. واش الدوله اللي راك عاد تسمى راشن فيدريشن؟ هذا راهو في الامم المتحده صديقي. اخي قلت الحمله من المخزن، اخي قلت انه المخزن. واش بها روسيا؟ واش بها روسيا؟ نذكركم بال تبون كوما اثنين إلى فخامة الرئيس الجزائري أيضا. أغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في التدخل، معتدل جدا لدرجة أنه قال إيمان خليف مثير للاشمئزاز. الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حل حالة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا إن شاء الله إن شاء الله. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فاحنا نحب العالم كله إلا من يعلم. سنتين يجدك بوتين هذا وين فاق من الصدمة. راني قلتها البارح، بوتين فاق من الصدمة. قال لهم أنا صديق للعالم. سنتين وبوتين ما فاهم والو. أنا صديق للعالم. الشتاء معليش بصح ماشي للدرجة هذه. راه صدمت السيد في حد ذاته. دونك البارحة حدث ممثل روسيا
في الأمم المتحدة تكلم على قضية إيمان خليف. أنا قلت أمس بأنه صراحة الموقف الروسي موقف مشرف يمثلني، لأنه مواقف روسيا دائما ما كانت مشرفة في قضية مناهضة لوبيات المثلية، دائما ما كانت مشرفة في قضية أنه حماية العائلة، أنه الأمور تبقى على طبيعتها، الرجل مع الرجل مع الامرأة، وكما ناس محافظين آخرين اتخذوا نفس المواقف، دونالد ترامب، جورجيا ميلوني وغيرهم. هذه فقط من باب القضية هذه، لكن اتضح بأنه ليس المخزن. اللهم الآن إلى راح تقولوا لنا باللي روسيا عميلة المروك وحقرونا. شفت الاندفاع اللي ما عنده حتى معنى؟ زعما هما قال لك اصبر ندوروها للجهه الاخرى، الساعه خرجت لهم روسيا من حيث لا يحتسبون. ضلوا ترميوا في الناس. على فكره برك القضيه هذه باش الناس تزيد تفهم، لانه صارت قضيه عالميه صراحه ما يمكنش نتجاوزوها. كاين طبيبه تكلمت على الموضوع، الطبيبه الجزائريه الوحيده اللي عندها حريه الكلام. تتذكروا هذيك الطبيبه المسمات اميره بوراوي اللي صارت بسببها ازمه دبلوماسيه بين الجزائر وفرنسا، وتم استدعاء السفير الجزائر في فرنسا. حنا ودائما هكا الغضبانه، حنا منين تغضبنا فرنسا نسحبوا السفير، ومن بعد يرجع بعد بضعه اسابيع صغيرا راكعا منبطحا. هذه أميرة بوراوي هربت من الجزائر بعدما تعرضت، كانت عليها أحكام قضائية وتهديدات، هربت بطريقة غير شرعية إلى تونس. لما وصلت إلى تونس النظام الجزائري طلب من تونس تسليمها، لكن السلطات التونسية علمت بأن أميرة بوراوي عندها جنسية فرنسية، وأنها تحت حماية القنصلية الفرنسية. فقيس سعيد أعطى الضوء الأخضر حتى هذه أميرة بوراوي تم ترحيلها من تونس إلى بلدها فرنسا اللي عندها الجنسية تاعو، هي فرنكو جزائرية. وصارت الأزمة هذيك. هذه أميرة بوراوي هي طبيبة وبنت جنرال وكلش، وتضامنت مع إيمان خليف، تضامنت معها، قالت لك باللي إيمان خليف عندها الحق في المشاركة، ولكن أعطتنا معلومات علمية. تقول هذه السيدة أميرة بوراوي، اسمعوا جيدا، تقول لها برافو إيمان خليف، هنيئا لك إيمان خليف، tu as choisi d'être une femme. قالت لها أنك اخترتي أن تكوني امرأة. معناتها السيدة هذه أميرة بوراوي، الدكتورة أميرة بوراوي، تقول بأن إيمان خليف تؤكد لنا بأنها ليست امرأة. malgré ton XY، رغم الكروموزوم اللي عندك المختلط هذا XY. Alors que le plus dur c'est de faire ce choix dans un pays comme le nôtre. قالت لها رغم أنه من الصعب أنك تأخذي قرار مثل هذا أنك تكوني امرأة في بلد مثل الجزائر. وفي النهاية تقول لك بأنه ولادة من 20,000 يولدون بهذه ما يسمى ديسجينيزي غوناديك، اللي هي حالة خاصة ممكن تطلعوا عليها في العلمية. معناتها أنه هذه الدكتورة أميرة بوراوي تقول لنا بأنه هذه إيمان خليف، كما قال ممثل روسيا في الأمم المتحدة، كما قالت الاتحادية الدولية الملاكمة التي أقصت هذه إيمان خليف في نيودلهي في البطولة العالمية في نيودلهي، لأنه اعتبروا بأنه لا تتوفر فيها شروط الأنوثة. السيدة أميرة بوراوي، وهذه راهي جاي الكلام من إنسانة راهي تتضامن مع إيمان خليف. معناتها كلام ممثل روسيا في الأمم المتحدة صحيح 100%. علميا أنا ما نعرفش في الأمور هذه، رانا نقولوا علميا، أنا نعرف في الأصل تاع البشر، أنا نعرف في الطبيعة تاع البشر، أنا نعرف بأن الصور التي رأيناها في الأولمبياد صور مشينة وقذرة وغير مقبولة. إيمان خليف عندها الحق في الوجود كشخص كبشر، لكن ليس لها الحق في أنها تعتدي على ملاكمات، وليس لها الحق في المشاركة مع نساء في منازلة تاع ملاكمة. دونك جاء الرد تاع ممثل الجزائر في الأمم المتحدة. نسمعوا رد نظام، كيفاش اسمه النظام الجزائري؟ حسب نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف. من سماهم لا وزن لا هيبة لا مواقف؟ على كل حال العبارة اللي ذكرنا منذ سنة وحنا نستعملوا فيها،
ذكرونا طراس من سمى النظام الجزائري بلا وزن لا هيبة لا مواقف، تخونني الذاكرة في بعض الأحيان. لا وزن لا هيبة لا مواقف. صراحة أحسن حاجة دارها الإنسان هذا في المسار تاعو الدبلوماسي. نسمعوا أين هو ممثل الجزائر قد طلب تناول الكلمة للزعيم ممثل الجزائر كان تدخل ومن بعد زاد عاود طلب الكلمة باش يرد سيد الرئيس، على ممثل روسيا. أعتذر عن طلب الكلمة لمرة ثانية، أيوة. لكن وفد بلادي لم يكن يتمنى أن يتم مزج السياسة بالرياضة وخصوصا الألعاب. احبس دقيقة ثانية. وش قلت؟ نعاودو نسمعوا فقط. هذه والله ما ركزت فيها البارح صراحة. السياسة بالرياضة وخصوصا الألعاب الأولمبية الجارية. لا يجب مزج السياسة بالرياضة. يعني والله قول والله ما شاء الله عليكم، دائما طيور الجنة النظام الجزائري في المحافل في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الإفريقي. شكون سرق الأقمصة تاع نهضة بركان في مطار الجزائر؟ شكون اللي قال لهم باللي الخريطة هذيك هي اعتداء على سيادة الجزائر؟ قال لهم الخريطة تاع بلدكم اعتداء على سيادة الجزائر، ودخل وقال لك الأمم المتحدة وهذه قضية تاع تصفية استعمار. شكون دخل السياسة في الرياضة؟ واحد كاتب تعليق أنصر النظام الجزائري أكيد، قال لهم لايف قديم. يا خويا راهم الأمور هادو كامل راه مفرشكة، راه هادي وين صرات؟ أنا راني هنا وأنت تقول لي راني قديم. فقل لهم الصوت، قل لهم كاين مشكل في الصوت باش تحبسوني. هادو اليامات أنصر النظام الجزائري الحلم تاعهم يسكتوا شوقي بن زهرة. التهديدات، الوعيد، شوف عشرات آلاف التعليقات. وش حبيت يا مهبلين؟ ندير تغريدة من بضع كلمات في اكس الدنيا تقوم. دونك سيدي خلط السياسة بالرياضة ماشي مليح. نتوما نهار اتاي الدحميسة خلطوه في السياسة. اتاي الدحميسة رديتوه قضية سياسية، جاي تقول لنا باللي خلط السياسة بالرياضة. اشرب درك منا، دوق من الكاس اللي سقيت به الناس. خلط السياسة بالرياضة، درك جايين تبكيو يا هاد القذارة. حاليا استمعنا إلى إشارة ضمنية لكنها كانت موجهة بوضوح. إشارة ضمنية كي تجي روسيا تبداو استمعنا إلى إشارات ضمنية. وين راحت الضمنية؟ نتوما في التعليقات كش ما شفتوا حاجة ضمنية في كلام ممثل روسيا؟ ممثل روسيا قال لك رجل وقال لك باللي الغرب يدعم مجتمع الميم وغير ذلك، والرجل هذا لما كان له صور مثيرة للإشمئزاز. أين هي الضمنية؟ راهو قالها لكم في وجهكم. راهو كيما لافروف روسيا راهي ما تعرفش الضمنية، كيما لافروف قال لكم لا وزن لا هيبة لا مواقف. من وقتاش روسيا عندها ضمنية؟ على كل حال باقي هو شعارات فارغة. راكم تعرفوا نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف. كلام فارغ في كلام فارغ في كلام فارغ. لكن هذه صراحة انتم ما تستحوش يا صديقي. هذه تقول لهم دركا كي يوليو شفتوا البكايات. لما نقول لكم البكائيات من بكائية أين نحن تاع أحمد عطاف الاتحاد الإفريقي، وأين نحن، وأين الوزن، وأين الهيبة، وأين المواقف، وأين الصحراء الغربية. دركا إلى البكائية تاع ما تخلطوناش السياسة في الرياضة. ساعة الكون المولى عز وجل هذه يسميوها العدالة الإلهية. خلط السياسة في الرياضة مع الدحميس ومع نهضة بركان. أرواحنا أرواح دركا دافريها مع روسيا. كوارث.
نظام قذر مع بأفكار تجاوزها الزمن وزيد يبكي، وهذا هو المشكل. الآن بطبيعة الحال نوصلوا للقضية تاع الساعة اللي هي قضية اليوم. الإنسان السيد اللي قال لي بأنه اللايف قديم راك راح تتأكد، ولو أنه فقط برك قبل ما نمروا القضية تاع ليبيا ونختموا في هذا الملف تاع الأولمبياد وإيمان خليف والمشاركات تاع الدول اللي تهمنا. شوف البارحة هذه السيدة دنيا أبو طالب اللي هي رياضية سعودية تحدث، رغم تعرفون المجتمع عفوا السعودي مجتمع محافظ إلى حد ما، هي متحجبة، وتعرفوا الحجاب دائما كانت نقاشات في المشاركة في المحافل الدولية وفي الأولمبياد، تحدات كل الأمور هذه وشاركت في الأولمبياد وحضرت نفسها وتكونت. لما هذه السيدة دنيا أبو طالب طرح أمامها قالوا لها راح تواجهي إسرائيلية. السعودية ليسوا لوز الله بال هنا باش تشوفوا الذهنية اللي غرسها محمد بن سلمان، انه ما بقاتش هذيك الانهزاميه تاع نشوف اسرائيلي ندير كما هذاك المصارع الجزائري اهرب الطاهر، ننسحب، قوه الضريبه في الانسحاب. المملكه العربيه السعوديه الذهنيه اللي غرسها عندهم محمد بن سلمان راهي بدات النتائج تاعها. هذه الرياضيه المحترمه جدا اللي هي مثال تاع التحدي ومثال تاع انها المواجهه ومثال تاع انها تكون نفسها وانها توجد نفسها، واجهت الإسرائيلية وخرجتها بهذا الشكل، هاي الإسرائيلية. وفي إطار رياضي حتى لو انهزمت الدنيا أبو طالب تكون عادي، عندها شرف في المواجهة، ماشي كما الهراب المصارع الجزائري ولا النظام الجزائري كي يدخل ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة يديروا هرب الطاهر. شفت الناس اللي تواجه، شفت الذهنية، شفت الفرق بين السعودية مع محمد بن سلمان وبين طابورستان مع عبد المجيد تبون والنظام الجزائري المتعفن. هاي الناس اللي الذهنية اللي تغرسها نواجه نتحدى، وهاي مسحت بها الأرض رياضيا بصح. إسرائيلية تاني كانت أدائها راقي، لكن الفكرة تاع الانهزامية ماهيش هي الفكرة اللي تغرسها في الناس باش تبني بلد. الانهزامية لا تبني بلد، الانهزامية تبني مزبلة مثل ما هي الجزائر اليوم مع النظام الجزائري المتعفن. فهنيئا للسعودية ليس فقط بالرياضية المحترمة هذه، ولكن هنيئا للسعودية بالذهنية هذه تاع بالذهنية تاع المشاركة، بالذهنية تاع التحدي، تعرف على التحديات تاع المواجهة، ماشي تاع الانسحاب بطريقة جبانة مثل ما هو نظام لوز الله بلا مواقف الرياضيين اللي تحت الإمرة تاعو. على كل حال اليوم يا جماعة جات هذه الصور، هذه الصور اللي تشوفوا فيها من ليبيا مباشرة كانت اليوم من تحرك قوات الخليفة عفوا المشير خليفة حفتر نحو جنوب غرب الشقيقة ليبيا، وبالضبط باتجاه مدينة غدامس. مدينة غدامس هي مدينة تبعد بأمتار على الحدود الجزائرية، 20 كيلومتر على معبر الدبداب الذي يربط الجزائر بليبيا، وهو أكبر معبر حدودي بين البلدين. واحد يقول لك لماذا هذا التوقيت؟ لماذا تحرك في هذا التوقيت؟ قولوا لي فقط إذا الصوت عادي، لأنه بعض الأحيان يحطوا لي تعليقات للتشويش على البث فقط، في بعض الأحيان حطوا لي إذا الصوت إذا كان 5/5. لماذا التحرك في هذا الوقت من خليفة حفتر بتحضير كبير جدا بقوات كبيرة؟ عمرهم ما حشدوا هذا العدد يعني من الجنود، هذا العدد من المقطورات يعني اللي مشاركة في العملية هذه، وحالة استنفار قصوى من الحكومة في طرابلس بطبيعة الحال. تحرك
قوات خليفة حفتر هي مرتبطة ارتباط مباشر، مثل ما هو تدخل ممثل روسيا في الأمم المتحدة البارحة في قضية إيمان خليف وفضح النظام الجزائري، مرتبط بالكارثة اللي دارها النظام الجزائري لما دعم الإرهاب تاع تنسيقية الأزواد في مدينة تنزيواطين في شمال مالي. النظام الجزائري، لهذا دائما نقول لكم في قضية فرنسا، الناس اللي يتابعوا راه ما فوجئوش لم يصابوا بالمفاجأة كالنظام الجزائري، لأنه احنا منذ 6 أشهر نتكلموا على الموضوع. في القضية هذه تكلمت لكم عليها منذ أيام، قلت لكم روسيا سترد بقوة على الكارثة والخطيئة الكبرى اللي دارها النظام الجزائري. هذاك الوقت أنصار النظام يقولوا لي لا وإحنا وش وكر النظام الجزائري دعم تنسيقية الأزواد الإرهابية. تنسيقية الأزواد ارتكبت مجزرة في حق الجيش المالي وفي حق مجموعة فاغنر حليفتهم. لماذا المجزرة؟ لأنه لم يكونوا بانتظار أنه هدو الإرهابيين تاع تنسيقية الأزواد يكون عندهم غطاء جوي. لهذا صراع حدث ما حدث. الرد الروسي بدايته ممثل روسيا في الأمم المتحدة يتكلم على قضية إيمان خليف، ثم تحرك جيش خليفة حفتر باتجاه الحدود الجزائرية وباتجاه غدامس. وراني نقول لكم راهي حالة استنفار قصوى في طرابلس بسبب هذا الموضوع. وانا نقولها بصراحة، يعني المستقبل تاع ليبيا، يعني لما تشوف التطورات الأخيرة، من الأحسن للشعب الليبي أنه خليفة حفتر ومن معه وحلفائه يعني يسترجعوا السيطرة على كل أراضي ليبيا، لأنه صراحة الحكومة في طرابلس هشة جدا. شفناهم